عيادة الموتوسيكلات. سلسلة جديدة هنتكلم فيها ان شاء الله عن ازاي تكشف على الموتوسيكل بتاعك وانت بتشتريه، سواء كان زيرو او مستعمل، واهم الاجزاء اللي في الموتوسيكل نقدمها لكم اخوكم محمود سامي. يلا بينا نشوف اول مريض معانا في حلقة النهارده، الا وهو المارش والمنافله. موضوع حلقة النهارده هنتكلم فيه ان شاء الله عن المارش والمنافله، هنجاوب على السؤال بتاع الحلقة اللي فاتت اللي هو ايه الفرق ما بينهم وعبارة عن ايه اصلا وازاي اكشف عليهم. طيب مبدئيا المارش والمنافله هما حاجتين، الاتنين واحد، والاتنين فايدتهم ان هما بيدوروا الموتوسيكل بتاعك. والمارش هو التطور بتاع المنافله، لان اول الناس كانت بتدور كل حاجه بالمنافله ايام زمان، حتى كانوا بالعربيات بيدوروها منافله. وبعد كده الموضوع اتطور بقى عاملين زرار كهرباء شغلته ان هو بدل ما انت تدوس على المنافله دي وتدورها، هو بتدوس ان هو تدور. طيب ازاي اكشف على المارش بتاعي؟ اول حاجه بتدور تمام من هنا، تتاكد ان البطاريه تحت، تتاكد ان هي على المور تمام، وتسمع صوت المارش كده. طبعا هي دورت على طول، بس احنا عايزين ندور ونسمع صوت المارش. فممكن حاجه تعملها ان انت تفصل تثبت الجزئيه ديت، تشيلها تمام وتدور عشان خاطر المارش تفضل مديه معاك مارش وما تدورش على طول، وهي يعني بتدور معاك على طول حلو عشان تسمع صوت المارش. دي غالبا محدش هيعرفها برضه غير لو حد مختص قوي، عشان خاطر بيبقى خبره اكتر. بس المعنى ان تسمع المارش تشوف هل بيدور على طول ولا في صوت نقره، صوت ضحره كده، عشان لو في صوت ضحره يبقى ممكن يكون المارش بايظ، او ممكن يكون في بليه مارش، ودي قصه كده. بالنسبه بقى للمنافله، بتجرب تديها كام واحده منافله، تشوف هتدور معاك برضه منافله ولا لا، وتتاكد ان الترس اللي جوه دوت اذا كان باين قدامك يعني بتاع المنافله يكون السيروم بتاعته سليمه تمام، ما يكونش السن بتاعه متاكل، عشان لو ده متاكل دي شغله. هتقول لي شغله دي يا عم احنا هنغير منافله ساعتها؟ لا، هقول لك ساعتها مش هتغير منافله، عشان العمود بتاع المنافله ده في قلب الموتور، وعشان ده يتغير وتغير السن بتاعه يا يتخرط يا يتغير العمود، وعشان العمود يتغير لازم تفور الموتور ده كله، فدي شغله كبيره قوي. فلازم تتاكد ان المنافله بتاعتك سليمه وبتدور، لو المكنه بتاعتك فيها منافله والمارش بتاعك سليم وبيدور وصوته سليم، ده لو الموتوسيكل بتاعك برضه فيه المارش تمام. بس هو اغلب الموتوسيكلات حاليا فيها مارش، هو مش بينزلوا فيها منافله زي انواع من الموتوسيكلات مش بيبقى فيها المنافله دلوقتي، بيبقى فيها مارش بس. فبما ان احنا بدأنا نتكلم عن المنافله والمارش وبدأنا نخش في الكهرباء، خلينا نتكلم بقى عن اساس الكهرباء في الموتوسيكل، الا وهو البطاريه، وده اللي هنتكلم فيه ان شاء الله في الحلقه الجايه من عيادة الموتوسيكلات. سؤال حلقه النهارده وهو البطاريه بتاعت الموتوسيكل دي بتشحن منين؟ مش التليفون بتاعك بيبقى ليه بطاريه بتخلص بعد كده بتحطها في الكوبس وتشحن؟ طيب هل بقى البطاريه بتاعت الموتوسيكل ليها شاحن برضه؟ طيب لو بتشحن منين؟ هل بيحط لها كوبس؟ ده سؤال الحلقه الجايه، لو عارف اكتب لي تحت في الكومنتات، ولو مش عارف استنى الحلقه الجايه نتكلم فيها شويه عن البطاريه. وبس كده، ما تنساش يا صاحبي تعمل لنا فولو عشان نشوف كل جديد، وما تنساش ان الغير المختص شيء لابد منه عشان تبقى ضامن ان انت بتحط فلوسك في البايك الصح. ودي كانت حلقه النهارده من عياده الموتوسيكلات.